أيها الأمهات، لو عندك ابن في مراهقة أو بنت ولقيتي فيهم 4 الحاجات اللي هتكلم عليهم، اعرفي إن بنتك أو ابنك شخصيتهم ضعيفة، ولازم تغيري الحاجات اللي أنا هتكلم عليها دي علشان خاطر شخصيتهم تبقى تقوى كده ويبقى عندهم ثقة في النفس أكتر. أول حاجة خالص الاعتماد على الآخرين، إن هو يعتمد على الآخرين في أي حاجة عايز يتخذها قرار، والقرار ده المفروض يطلع منه هو. يعني ما بيعتمدش على رأيه، يعني بيمشي ورا رأي الناس، يبقى هيمشي بدماغ الناس. وانت هتقدري تعرفي من معرفتك لابنك او بنتك هو بيعتمد على رأي الناس في ايه، وان هو المفروض يعتمد على رأيه هو ويقرر هو القرار اللي عايزه في الموضوع اللي عايز يتخذ فيه القرار هو. رقم 2، ان هو شخص يتقبل الإهانة، او هي بنت بتتقبل الإهانة. اي حد ممكن يهينه يبقى ده شخص مهان. بنتك او ابنك لما تلاقيهم بيتقبلوا الإهانة وهم شخصية عادي، اي حد قال عليهم كلمة، اي حد قال عليهم اي تنمر، اي حاجة يتقبلوه عادي يا ماما بيحصل، يبقى ده شخص مهان. وده طبعا لازم هنا يبقى فيه نقص خطر ونقول لأ، استوب، متقبلش الإهانة من اي حد. اي حد ممكن يقول له اي كلمة اي لفظ عادي انا متقبلها. فده من ضمن الحاجات اللي انت المفروض تشوفي ولادك بعد الاعتماد على الاخرين. رقم 3، ان يرتبك اثناء التجمعات. معظمنا بنقعد في تجمعات مع الناس، فبص شوفي بنتك وابنك من بعيد لما بيقعد في تجمعات في وسط العيلة او في وسط ناس، شوفي قلبه بيدق، وشه بيحمر، ما بيعرفش يقول كلام، بيكون مرتبك، يكون عايز موضوع يتشارك فيه وهو عارف الرأي، ورأيه ممكن يكون صح وعارف الصح من الغلط بس مش قادر يتكلم. على طول مرتبك وخايف، او على طول خايفة ومرتبكة، مش بتحب المواجهة، مش بتحب على طول ان حد تواجه حد في اي موضوع، شخصيتها ضعيفة. وده طبعا مش حاجة كويسة، ده بيبقى عنده رعب من المشاركة ذات نفسها، بيبقى عنده رعب ان هو يواجه. فدي نقطة لازم نخلي بالنا منها. رقم 4، نبرة صوته أو صوتها دايما منخفضة، عنده خوف داخلي، بيخاف يتكلم، بيخاف يطلع رأيه ويشارك ويقول. معظم ولادنا كده عنده شخصية ضعيفة من جوه، بيخاف يتكلم عشان خايف ان اللي قدامه يشوفه شخصية ضعيفة، خايف يكون رأيه غلط. معظم البنات اللي فئة من البنات بتلبس نقاب، انا يمكن بقول النقطة دي مش تقليلا من النقاب، فئة من البنات بتلبس نقاب علشان مش عايزة الناس تشوفها، مش عايزة الناس تتكلم معاها، مش عايزة تواجه الناس، مش عايزة تتكلم معاهم، بتدارى ورا حاجة زي كده رغم ان هي مش واخداه تدين. ومعظم الشباب بياخد فكرة النضارة الشمس، مش برضو كل اللي بيلبس نضارة شمس، واخداه انه مش عايز يواجه اللي قدامه او يتكلم معاه او يبصله، او مش عايز حتى يكون عنده مواجهة عشان يكون بيتكلم كده بصوت منخفض، فعنده خوف كده من ارتباك داخلي. لو لقيت في ابنك ال4 حاجات اللي انا اتكلمت عليهم، اعرفي ان ابنك او بنتك شخصيته ضعيفة، ولازم تقويه فترة المراهقة على الأقل، وتديله ثقته بنفسه، لأن ولادنا هنتحاسب عليهم وربنا يبارك فيهم.